السلام عليكم شيرات، كي راكم لاباس؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في صحه وعافيه. اليوم شيرات كما راكم تشوفوا جيتكم بالرولي تاع البطاطا، وراح نديرو بالصلصه البيضاء بالشامبينيون. هنا راني درت الشامبينيون ونغطيه، وهنا راه واجد معايا الشامبينيون. نضيف له كريم فريش، وهنا هذا الياغورت ناتور راح نضيفه إضافة للكريم فريش. هنا البطاطا بعد ما نقيتها قطعتها دوائر ونقليها، وهذه هي بعد ما قليتها دوائر. هنا شريت عندي شوية دجاج، يعني صدر دجاج قليته، وراح نضيف له شوية زيتون كما راكم تشوفوا. هذا قطعته رقيق، وراح نضيف له شوية باتي ثاني قطعته رقيق. نخلطهم مع بعض وراح نحشي بيه الرولي تاع البطاطا. بالنسبة للحشو اي حاجة عندك يعني تبغي تحشي بيها ديريها نورمال. هنا نجيب البابي كويسون وندير هنا شوية فرماج رابي باش هذيك البطاطا تشد روحها، ونبدا نستف البطاطا تاعي. حتى نكمل كامل هذيك الكمية. بالنسبة للبطاطا انايا درت كمية يعني مليحة. هنا جبت زوج حبات بيض، ومن بعد نقصت وحدة وضربت وحدة، وراح نديرها فوق هذه البطاطا باش هذيك البطاطا تتماسك بالبيض. هنا بالبانسو نحاول نطليها من الفوق وندخلها الفرن حتى تتماسك بهذه الطريقة. هنا بعد ما خرجتها من الفرن نجيب كمية تاع جبن، اي جبن عندك، ويبقى هذا الشيء ثاني اختياري. تقدري ديري هذا المرحلة، تقدري ما ديريهاش. هنا بغيت البطاطا تجيني شوية طرية، درت شوية جبن تاع الطلاء. نمررها كامل في البطاطا. من بعد نجيب هذيك لافارس اللي صنعتها ونديرها من الفوق. هنا ندير الكمية يعني نمشيها كامل فوق البطاطا. وهنا نجيب الجبن، جبن تشيزي الخاص بالهمبرجر. ندير نغطي كامل هذيك الطبقة العليا بهذاك الفرماج، ونفس الشيء هذا المرحلة ثاني تبقى اختيارية. هنا مانيش باغيه ندير كاع كامل الطرف باش ما يذوبليش، يخرج لي الحشو من الرولي تاعي. نغطي كامل هذاك الحشو بالفرماج، وهنا نبدا الرولي في البطاطا تاعي. هنا راني الرولي فيها وللاسف مش باينه الدوره الاولى. هنا الرولي البطاطا بشويه يعني يعني باش ما تخسرليش، بشويه نمشيها.
بهذه الطريقة. هنا الشيرات انا درت كمية يعني زيادة تاع بطاطا، واللي بقات عاود درتها ثاني رولي. انا معروفة شوية بيدي كبيرة، كلشي نكثر فيه، ما عنديش شوية. نعاود من الفوق نعاود ندير طبقة تاع فرماج بهذه الطريقة، نغطي كامل الرولي تاعي. وهنا في هذه المرحلة ندخلو للفرن. هنا ندخلو الفرن يدي تحميرة خفيفة ونخرجو، ونروح للرولي تاعي الثاني نكملو البطاطا اللي بقات. هنا بعد ما خرجته من الفرن اخرج بهذا الشكل. هنا البطاطا اللي بقات لي، شوفوا هنا كيفاش درت لها الحشو اللي بقى لي بنفس الطريقة. وهنا العكس درت فرماج تاع طلاء، درت قطعتين تاع فرماج بهذه الطريقة، ونبدا الرولي البطاطا. وهنا العكس درت فرماج رابي. باش يتغير لي يعني الذوق فقط، هو مش راح يتغير يعني تماما، لكن شوية برك. ونروليه ونحاول نضغط عليه باش ما يتحليش هذاك الرولي. وهنا ندير من الفوق الفرماج الجبن المبشور. هنا راني ندير في الجبن تاع الموتزاريلا باش يعطيني تحميرة خفيفة. وندخل الفرن. وهذا هو الرولي تاعي الاول والثاني. شوفوا هنا كيفاش شد هذيك التحميرة. هنا نروح نقطع الرولي تاعي. هنا حاولي تقطعيه بالموس تاع المنشار احسن باش ما يخسرلكش. بالنسبه للرولي هذا الاول خليته حتى برد وراني نقطع فيه. من الاحسن تخليه حتى يبرد باش ما يخسرلكش كي تجي تقطعي فيه. وبالنسبه للرولي الثاني مازال سخون هكذاك، يعني غبني شويه في التقطاع، جاني سخون على يدي. وهنا قلت لكم يعني من الاحسن تخلوا الرولي حتى يبرد. هنا راه سخون يعني حتى ما قدرتش هنا كي يبرد اصلا يعني يجي التقطاع تاعو سهل، يكونوا هذوك المواد يعني شدوا رواحهم، الفرماج وكل شيء. وهنا بعد ما نقطع لي رولي في زوج نروح نديرهم في صحن التقديم. المفروض انا راح ندير في واحد، وبغيت نشارككم الاثنين معا. بالنسبه للرولي الاول راح نقدمه مع لاصوص تاع الشامبينيون، لاصوص بلانش. شوفوا هنا الشكل تاعو كيفاش جا داير. هنا راه يبان طري يعني من الداخل. انا نبغي الرولي من الداخل يكون يعني رايح للسائل، يعني ما نبغيش يكون ناشف بزاف. على هذاك الشيء درت هذيك الطبقه تاع الفرماج الاولى هذيك اللي درتها.
هنا مرة على مرة تمسحي الموس تاعك وتعاودي تقطعي مليح بما يخسرلكش. شوفوا هنا كيفاش الفرماج دايب، يعني جا طري ما شاء الله. وهنا حطيت الصلصة تاع الشامبينيون، وهذا هو الطبق تاعي تاع الرولي. نديرلو شويه معدنوس. هنا تقدري تقلبي هذاك الرولي يعني في التزيين، تقدري ديريه كيما درتو انا المره الاولى، ولا تقدري توقفيه كيما راني وقفتو هكا، يبقى الاختيار لك. يعني في كلتا الحالتين جا شباب. انا عاود قلبته كامل. شوفوا هنا كيفاش جا الشكل تاعو شباب. عاودت وقفت كامل هذوك الحبات باش يعطوني نظرة فقط. بالنسبة للرولي الثاني درت له لاصوص تاع الحمص. بغيت نغير، هنا درت حاجة قليلة برك. وهذه هي الرول، هذا هو الرولي تاعي الثاني، درت لاصوص تاع الحمص. يعني بغيت نغير يعني كإضافة فقط، درت حاجة قليلة فقط باش نصورها معكم وتشوفوها. يعني الرولي هنا تقدري ترافقيه بالطاجين زيتون، تقدريه بالحمص، تقدري لاصوص بلونش بالشامبينيون، تقدري يعني انتي وذوقك تقدري تنوعي. وهذه هي لاصوص الثانية، الأولى والثانية. بغيت نشاركهم معكم في زوج وتدوا فكرة وتدوا لمحة. نتمنى يعجبكم هذا الطبق، وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، ونقولكم صحة فطوركم وشهية طيبة، ومع السلامة في وصفة قادمة إن شاء الله. سلام.